Bienvenue mes élèves de la deuxième année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله معادنا مع الجزء الأول من شرح قواعد الدرس الأول للوحدة الرابعة ترم ثاني ثانوي 2022. المرة اللي فاتت خدنا امتحانات ودايما بأكد على أنت كطالب ثانية ثانوي ان شاء الله تبقى السنه الجايه ثالثه ثانوي، يبقى بتركز على حاجتين معينين ومهمين جدا، الا وهو حرصك على عندك حصيله لغويه من معاني الكلمات وفهم الجرامير اللي هي القواعد. وان احنا خدنا المره اللي فاتت الكلمات بتاعت الوحده الرابعه كلها وكلمات الدرس الاولاني، فدي دي لازم تبقى الكلمات دي انا علمتك عشان تبقى سهله عليك ان انت وانت بتذاكرها تحفظها بالنطق الصحيح بتاعها عشان تساعدك على حفظها. النهارده بقى هناخد الجرامير او ما مطلوب ان انت تفهمه في هذا. نبدا كده على بعض عندي اول حاجه لبياس دو لا ميزون، اجزاء المنزل. كل بيت عندنا، كل واحد فينا في بيته البيت منقسم لاجزاء: اوضه نوم، اوضه سفره، ليفنج، انتريه، حمام، مطبخ، الحاجات دي. طيب الكلام ده نقوله ازاي بالفرنسي؟ عندي اجزاء المنزل، كل جزء من اجزاء المنزل نقوم فيه بنشاط معين. يبقى اذا زي ما قلنا كده اجزاء المنزل دي كل غرفه فيهم او كل جزء منها بنعمل فيه حاجه معينه. يعني اوضه النوم لا شامبر دي بنعمل فيها ايه؟ اون سكوش. طب حد يقول لي افكره بكلمه اون دي؟ ده ضمير الشخص بمعنى نحن، في المعنى نحن، ولكن في التصريف يبقى مع الضمير المفرد هو. تمام كده؟ يبقى ايه النشاط اللي بنعمله في اوضه النوم؟ ان احنا بننام اون سكوش. طيب ايه كمان عندي جزء في البيت؟ لا سالامونجي غرفه الطعام، في السفره. تمام كده؟ طب ايه النشاط اللي بنعمله؟ يا سلام، زمان واحنا صغيرين نعمل كده بشرايط الكاسيت بتاعت زمان، ونقسم ترابيزه ونلعب عليها بينج. نحط شرايط الكاسيت بتاعت زمان، مكتوب من زمان في شرايط كاسيت، ونعملها ونلعب ومعانا مضارب بينج بونج وبتاع، ونقسم على الترابيزه وكمان بناكل عليها برضه. تمام كده؟ فيبقى اذا يبقى وظيفه او ايه النشاط اللي بنقوم بيه لا سالامونجي في حجرة الطعام، الا وهو on prend les repas، بنتناول الوجبات، فطار غدا عشاء. فطار غدا عشاء on prend les repas، on prend le repas. طبعا هنا بمعنى يتناول. لو سالون، الصالون دي بقى اللي هي ممكن يمشي عليها الصالون ويمشي عليها اللي هي الليفينج. اغلب بيوتنا النهارده بيبقى فيه بقى اوضه كده فيها كنب وكراسي وحاجات كده بنقعد نتفرج فيه على التلفزيون. ايوه، يبقى هو ده النشاط اللي بنعمله في الصالون، ان احنا ريكارد لا تي في اللي هو اختار كلمه تلفزيون. عندي كمان لا كويزين، المطبخ. ده بقى من تخصص اختي، من تخصص ماما. يعني البنات اللي بتسمعني دلوقتي بتعملي فيه بقى ايه؟ اون في لا كويزين. فاكرين لما خدنا المصطلح بتاع فير لا كويزين بمعنى يطبخ؟ فير لا كويزين. يبقى اون في لا كويزين نطبخ. الكويزين بنعمل ايه؟ النشاط اللي بنعمله فيه ان احنا بنطبخ اون في لا كويزين. طب لا سال دو بان، لا سال دو بان يعني اوضه الميه، الحمام بقى. الحمام
بنعمل ايه؟ اون سو دوش، بنستحمى، ومشيها استحمى عشان الحاجات التانية ما ينفعش نتكلم. يبقى بنعمل ايه؟ الحمام بنستحمى، اضعف الايمان، نغسل سناننا. تمام كده. اون سو بروس لي دون، بنقولها كده اون سو بروس لي دون، اللي هي بنغسل سناننا. اون سو دوش، اكتر من كده مش هقول. يبقى تاني، لو كولوار اللي هو الطرقه او الممر، بنعمل فيها النشاط اللي بتستخدمه فيه. on se déplace d'une pièce à une autre. on se déplace d'une pièce à une autre، دي الطرقه ديت ان احنا بننتقل من حجره لاخرى من خلالها. يعني عشان نعدي على اوضه لازم نعدي من الممر ده، ونروح للاوضه الثانيه لازم نعدي من الممر او من الطرقه. تمام كده. طيب، عندنا لتاش مناجير، المهام المنزليه. لتاش مناجير، المهام المنزليه. طيب، تعالى نصنفه. بيقول لك ايه؟ فير لا فيسيل، فير لا فيسيل، تغسل الاطباق، المواعين. بناتي اللي بيسمعوني دلوقتي، طبعا انتوا في البيت بتساعدوا ماما بتعملوا ايه؟ فير لا فيسيل، الاطباق او بتعملوا المواعين. طيب، ولادي بقى الشباب اكيد بيساعدوا في البيت، فبنعمل ايه؟ متر لا تابل، حضر الترابيزه، طبع المائده. متر لا تابل اللي هو تحضير المائده او طلع المائده. تفرش بقى مثلا حاجه، تجيب للبط، يعني توضب نفسك كده، بتساعد حاجات خفيفه كده، خلي تقيل على بناتك، بس المهم انك تساعد ما تبلطكش. طيب، فيرلي فيتر، فيرلي فيتر من ضمن المهام المنزليه تنظيف الزجاج. فيرلي فيتر. في كمان باسي لاسبيراتور، باسي لاسبيراتور، التنظيف بالمكنسه الكهربائيه، الكنس يعني، يبقى باسي لاسبيراتور. كان زمان المقشه، بعد ما دخلت التكنولوجيا شويه بقى في حاجه اسمها مكنسه، مكنسه كهربائيه بتكنس افضل واحسن من الكلام ده. مزعجه ولكن بتجيب الغلط. عندي ريباسي لي فيتمون، المهام المنزليه، ريباسي لي فيتمون، كوي الملابس. طيب، بالايي لا شامبر، بالايي لا شامبر زي ما انتم شايفين كده. بالايي هنا بقى غير ريباسي لا فيتمون. بالايي لو في مقشه بقى، كنز خفيف كده، حاجه وقعت بتاع تتكسر، ينفع تتكسر، ولكن اقول بالايي لا شامبر. طيب، فاللي لما تصحى من النوم انت او انت، شيء طبيعي ان كلنا بنعمل دوت، ان احنا جوفيلولي برتب الفراش. لكن نزيل الاتربه نقول ايه بقى؟ فير لا بوسيير، نزيل الاتربه فير لا بوسيير. طيب، سورتير لي بوبال، سورتير لي بوبال في نهايه اليوم. خلاص بقى الدنيا اترتبت والنظافه ظبطت وبتاع، ففي الاخر بقى في قمامه، فعايز اخرج القمامه نقول ايه؟ سورتير لبوبال. طيب، خد بالك منك خد بالك انت وهي، انه دايما في المصطلحات بتاعت المهام المنزليه بتلاقي فعل اكسبريشن، فالفعل دايما بيجي في المصدر. فيلو لي، باسي لي فيتمون، سورتير لي بوبال، فير لا بوسيير، كل الكلام ده، حتى رونجي لا شامبر، ترتيب الحجره. الكلام دوت لما تيجي تستخدمه بقى، فالافعال اللي في المصدر دي بتتصرف. فانت عايز تقول مثلا انا بكوي الملابس،
je repasse les vêtements. أنا برتب الفراش. je fais le lit. أنا بزيل الأتربة. je fais la poussière. أنا بخرج الزبالة. je sors les poubelles. أو هو بيخرج il sort les poubelles. برتب الحجرة. je range la chambre. تمام؟ يبقى الفعل بيصرف. ترتيب الحجرة ranger la chambre. تاني بقى نقولهم بقى بسرعة كده المهام المنزلية. faire la vaisselle, mettre la table, faire les vitres, passer l'aspirateur, repasser les vêtements, balayer la chambre, faire le lit, faire la poussière, sortir les poubelles et ranger la chambre. ranger la chambre. هنا بقى جايب لي تصريف فعلين مهمين خدناهم دلوقتي اللي هو بلايي اللي هو يعني ايه بلايي يكنس ونتوي ينظف وهي افعال مستخدمه للقيام بالمهام المنزليه. يعني بستخدم هذه الافعال وانا بتكلم عن المهام المنزليه. تمام كده؟ زي نتوي ينظف. je nettoie, tu nettoies, elle nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, elle nettoie. يقول لي لاحظ هنا ايه الافعال بقى الكلام اللي هيقوله ده مش على نتويه فقط ولكن على كل من ينتهي بإجراك اي فيرب ينتهي بإجراك منهم ايه بلايي ونتويه الاثنين وفي برضه فيربات تانية بتنتهي بإجراك يبقى خد المعلومة دي لكل من هو ينتهي بإجراك تحول الإجراك إلى إي مع جميع الضمائر ما عدا النون. وصلك؟ يبقى نتويه هنا اللي حصل كالآتي إن أنا بحول الإجراك دي لإي أهي معمولة باللازم. وضع النهايات. أنت فاهم؟ يعني إجراك اتحولت لإي. وده فيرب إيه؟ مجموعة أولى. الافعال المجموعه الاولى في المضارع ايه مع نشيل الاو ونحط او مع تيو او اس مع الايل او مع النو او ان اس مع البو او زد مع الايل والال او ان. يبقى بيقول لي الاجراك الافعال اللي بتنتهي باجراك او في التصريف بتتحول الإجراك هنا لإي مع كل الضمائر ما عدا مين؟ نو وبو. شايفين؟ الإجراك نزل مفيهاش مشكلة. فتكي طيب جو نتوا ما شامبر أنا أنظف نفس القصة. بص الكلام نفس الموضوع. بالايي بيقول لك خد بالك بقى بالايي هو زود حتة إن كل الأفعال المنتهية إجراك مش إجراك بس عشان بالايي يعني برضه في أفعال هتقابلك بتنتهي إجراك بيقول لك يمكن تحويل الإجراك إلى إي مع جميع الضمائر ما عدا نو وبو أو تبقى الإجراك مع جميع الضمائر كمان. هنا بقى خد بالك يعني يمكن أو حدود. يعني ممكن أقول جبلي من ناحية السبيلنج يا إلا أحول الإجراك دي لإي يا إلا أخليها زي ما هي في كل ضمائر. يعني إلا يمشي القاعدة دي إن هي تتحول زي ما أنت شايفين كده مع كل الضمائر. هنا أهو باليه 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 بس مع النو الفو الإجراك بتنزل يا إلا أو تبقى في كل الإيه في كل وقت. بالاي بالاي اس او ان اس او زد أهي او ان. خد بالك من الحتة على إجراك او وإجراك او. نيجي لآخر جزء هناخده النهارده ألا وهو الأفعال ذو الضميرين أو
الافعال الضميريه لفيرب برونومينو. طب ايه هي الافعال الذو ضميرين او الضميريه؟ هي الافعال التي تسبق في المصدر بالضمير السو، ويتغير الضمير حسب الفعل. ركز معايا بقى، ركز معايا لانك خدتها في اولى ثانوي. فالافعال هي اللي بيجي قبليها سو، دي ضمير سو، والسو ده بيتغير. هنا الضمير مفعول اصلا، يعني بيتغير حسب الفعل. يعني ايه بيتغير حسب الفعل؟ يعني مع الجو هو هنا بيقول لك ايه، زي فيرب سابيلي. فاكرين فيرب سابيلي اللي هو انا اسم سابيلي يعني يسمى. فبقول جو مابيل خالد، انا اسمي خالد. الياء المتكلم في اسمي هي دي المفعول. ذو ضميرين، يبقى هنا ضمير مفعول. انا اسمي، انا فاعل، والضمير الثاني اللي هو ايه، ياء المتكلم. هو انت اسمك كاف المخاطب، انت فاعل، وكاف المخاطب اللي هي هاء الغائب هو اسمه، وهكذا. يبقى مع جو مع تو مع الإل اهي جايبها لك صيغه الضمير سو. مع جو مع تي مع الإل والال والانس، مع النونو مع البوبو مع الإل والال افيك اس سو. فلما اجي اقول فيرب السابيي اللي هو يرتدي، انا ارتدي جو مابي. طب ايه اللي حصل؟ ايه الابوستروف دي؟ لان هو اصلا فيرب السابيي اش بتعامل معامله الحرف المتحرك، فتاخد ابوستروف. يبقى جو مابي، tu t'habilles, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, elle se habille. وصلت؟ صعبه؟ مش صعبه. طيب وبيقول لي بيتصرف مثلهم بقى الكلام دوت. فيرب سولوفي، يستيقظ، كونسنتري، سدوشي، سكونسنتري يركز، سدوشي يستحم، سولافي يغتسل، سبريباري يحضر، سكوشي ينام، سبوسي يغسل اسنان، وهكذا. يبقى تصريف كل الفيربات دي يتصرف زي فيرب سابيلي. الضمير يتصرف سودا، يتصرف حسب الضمير. خد بالك بقى من الانتبه دي، عند النفي يوضع ضمير المفعول اللي هو السو والفعل بين جزئين. خد بالك، يعني في جمله فيها فعل ذو ضميرين بيقول لك الضمير المفعول والفعل بيجوا ما بين النو والبعض. اهو جو نو، اهو ضمير المفعول والفعل ما بين النو والبعض. ضمير المفعول والفعل ما بين النو والبعض. ضمير المفعول والفعل ما بين النو والبعض. Je ne m'habille pas à la mode، انا ما بلبسش على الموضه. يبقى في حاله النفي ضمير والفعل ما بين ايه، طرفين ايه، النفي. ضمير المفعول يتبع الفاعل حتى لو كان الفعل في الماضي. خد بالك من الحته دي لانها اغلبكم بيقع. ضمير المفعول اللي هو سو يتبع الفاعل. ضمير المفعول ده يتبع الفاعل حتى لو كان في الفعل في الماضي. يعني مش شرط يكون متصرف في المصدر. بيقول لك ايه، جم المفروض سكوشي تو، فيرب سكوشي اللي هو ده فين اهو، ده المصدر. بيقول لك ضمير المفعول بيتبع الفاعل، لانه لو تيجي للبتاع ديت بيقول لك ايه، جو مو يعني بيتغير. جو مو، tu te، il elle se، nous vous il elle se. فدي الحته انه بيقول لك يتبع الفاعل. يعني لما اجي اقول ايه، جمكو شيتو، انا احب النوم، ان انام بدري. يعني ما ينفعش تقول بجم سكو شي. هنا جم الجو دي معاها ام،
يبقى ماليش كلام عن نفسك. ضمير مفعول بقى يجمع كل شيء. طيب هنا بقى nous allons nous lever à 8 heures. نحن سوف نستيقظ الساعة 8. هنا جاي ايه؟ هنا في هذا الزمن اللي هو فيرب se lever يستيقظ او يقوم، جاي في زمن المستقبل القريب. عادي، فيرب عادي جدا ممكن يتحط في زمن. ايه المشكلة؟ في زمن المستقبل القريب. طب زمن المستقبل القريب ده قاعدته بتقول ايه؟ فعل اولي في كمساعد بمعنى سوف ثم المصدر. يبقى اللي حصل ايه؟ المفروض ثم المصدر. فهو بيقول لك ايه؟ انت المفروض يعني تقول ايه؟ nous allons se lever à 8 heures. واحد بقى ايه؟ فاهم مش حافظ مش فاهم، هيروح عامل كده nous allons se lever، لانه المصدر او المضارع اللي هو المستقبل القريب فيرب عليه كفعل مساعد بمعنى سوف وزائد المصدر. طب المصدر نو لوفي ده المصدر؟ لا، سو لوفي هو المصدر. وعشان كده جايب لك القاعده ضمير المفعول يتبع الفاعل حتى لو كان الفعل في المصدر. يبقى اهو يبقى النو هنا تبقى النو معاه ضمير المفعول يتبع الفاعل. الفاعل نو يبقى ضمير المفعول نو. يبقى nous allons nous lever سوف نستيقظ نحن الساعة. دي يمكن التركه القويه يعني بتاعت النفي، دي مش قويه قوي يعني في اللغه، لكن دي اللي بتوقع اغلبهم وما بيخلوش منها الامتحان. بس لا يخلو منها اي امتحان، لازم يجيب لك كده ايه جمله او اتنين عشان تبقى فاهم بالطريقه دي. اتمنى تكون ولادي وبناتي طلبه الصف الثاني الثانوي يكونوا استفادوا من فيديو النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديو جديد ودرس جديد. A bientôt tout le monde et